دلوقتي يا معلم جالك تغريده على الاكونت الرسمي من المحطه اللي بتذيع اتاك اون تايتن ومن الاتاك اون تايتن كوميتي وبتاع ده، اللي هينزل في شهر مارس ده مش هيكون موسم جديد من اتاك اون تايتن، لا بل هتكون حلقه واحده، ولكن حلقه واحده طويله بين قوسين فيلم. طيب يا ابن الحلال، كم مره في تاريخ الفرجه على اتاك اون تايتن سمعنا حوار ان هم هيعملوا فيلم وهيعملوا الجزء الاخير فيلم؟ ليه انتوا بتشتتونا دلوقتي؟ وليه هتخلونا ان احنا نقول الكلام ده عشان في الاخر يطلع شكلنا وحش وينزل موسم عادي؟ انا يعني مش مستوعب ان فعلا بعد كل الليله دي كلها ان هم يجوا على الاخر كده ويعملوا اخر ايفنتين او اخر كم من حلقه يربطون كلهم في حلقه واحده. وبالخبر اللي طالع جديد ده ان هو ايوه هيكون فيلم هينزل في مارس وفيلم تاني هينزل اخر السنه، كل واحد منهم مدته ساعه وبكده خلاص هتختم. بس هل منطقي ان ده يتعمل في الانمي بتاع اتاك اون تايتن؟ ان خلاص هيتحط في التاريخ بتاع الانمي ده ان هو ده الانمي اللي اخر موسم ليه كان متقسم الى جزئين، وبعد كده اخر موسم ده اللي اتقسم لجزئين راح متعمل منه في فيلمين كل فيلم مدته ساعه؟ دي حاجه انا خايف منها صراحه.